السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي ومتابعين القناة، أهلا وسهلا بكم أصحابي. فيديو جديد النهاردة عن تصريحات وزارة الزراعة عن الإفراج عن 200 ألف طن أعلاف ذرة وصويا. يلا بينا أصحابي نثبت حضور ونصلي على رسول محمد صلى الله عليه وسلم ونعمل لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس على الجميع. يلا بينا نبدأ الفيديو بسم الله. وزارة الزراعة النهاردة أصحابي الإفراج عن 200 ألف طن أعلاف ذرة صفراء وفول صويا ب 102 مليون دولار. أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وأضاف إنه خلال الفترة من 16/6/2023 حتى 22/6/2023 تم الإفراج عن 201 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 102 مليون دولار. وأضاف القصير أن الإفراج شمل 129 ألف طن من الذرة الصفراء بحوالي 46 مليون دولار وحوالي 72 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 54 مليون دولار. وأيضا تم الإفراج عن إضافات أعلاف بحوالي 2 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 إلى 22 يونيو 2023 6 مليون طن، منهم 4 مليون طن ذرة صفراء و2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 3 مليار دولار. ما شاء الله. وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن الإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم صناعة الأعلاف وصناعة الدواجن والمواشي في مصر. استأذنكم أصحابي في نهاية الفيديو عمل لايك للفيديو واشتراك في القناة تشجيعا لنا بالاستمرار، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الإشعارات وكل الفيديوهات وكل الأسعار اللي بننزلها على حسب التحديثات الجهات المختصة أو بندور عليها في الأسواق. ولا تنسوا أصحابي ذكر الله والصلاة والسلام على حبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة طيبة مباركة باقية إلى يوم الدين، وكل عام وأنتم بخير أصحابي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.